شكرا سي الشرقي. الكلمة للسي نور الدين يتحمدها. السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني أخواتي، السلام عليكم. سمعت نهار الخميس السيد الرئيس المجلس دار بعض التعليق. التعليق الأول داروا على صحفيين. بالنسبة لي الصحافة الجزائرية اللي كانت مهددة من طرف الإرهاب بالأمس القريب، واليوم هي مهددة من طرف العدالة الجزائرية، ما بقانا نحن كنواب إن نساندوا هذه الصحافة مهما ما كانت النقايص ديالها. سمعت اليوم ثانيت بعض الصديق والزميل يتكلم على العدو الداخلي والعدو الخارجي. حنا باش نكونوا صراحة بيناتنا، حنا ما عندنا حتى عدو في الجزائر. العدو تاع العمس حنا خرجناه، والعدو الداخلي يسموه لا كوريبسيون، العدو الداخلي يسموه لا فول دي بونك، العدو الداخلي يسموه التزوير الانتخابات، والعدو الداخلي يسموه 13 وزير من لا كومين وحده. التعليق الثاني داروا السيد الرئيس بعد التدخل تاع الRCD، ويقول بأن الديمقراطية هي الأغلبية والأقلية. هذا صحيح، ولكن صحيح في بلدان الديمقراطية والبلدان وين الانتخابات ما هيش مزورة. التزوير الأرقام مشكل الوحيد للدولة الجزائرية. مثل 62 إلى يومنا هذا وإحنا نزوروا في الأرقام. زورنا الأرقام الشهداء، ماذا بنا كان يكون الوزير المجاهدين يقول لنا الرقم الصحيح تاع الشهداء اللي توفوا في حرب التحرير. زورنا الأرقام المجاهدين، والوزير المجاهدين شخصيا يصرح يقول جي 10,000 فو مجاهدين. من بينين هذو المجاهدين المزورين اللي راهم رايحين يستفادوا من الدراهم تاع وزارة المجاهدين، فيه بعض المجاهدين، فيه بعض الناس اللي يزوروا لاتيستاسيون ديالهم. سيد الرئيس، عندي لهنا une attestation du ministère de la défense française، وين يتكلموا على شخص ما نقولش اسمه سينو نقعد وتنهزل لهنا اللي كان بياع. هاي ليك عندي لاتيستاسيون تاع المجاهدين، كان مجاهد 55 62. هذو الناس اللي رانا رايحين نخلصوا لهم لا بونسيون تاع المجاهدين. سينو المجاهدين الابرار اللي كانوا بالامس يكافحوا فرنسا، المعطوبين هذوك نحطوهم فوق رسالنا. بعد التزوير الارقام زورتوا حتى التاريخ. الشيء اللي وصلني باش نتكلم على اكبر جريمه عرفها التاريخ الجزائري، هي الجريمه اللي وقعت ضد عميروش والحواس. فرنسا قتلتهم، دفنتهم من بعد الانقلاب العسكري تاع 1965. لو كو ديتا 65 راحوا جبدوا عميروش والحواس من بوسعاده، داوهم ليتا ماجور جندرمري، حطوهم في الحبس. من بعد التحقيق اللي درتو انا وشدت الرئيس انذاك شاد لي بن جديد وهو مشكور على ذلك، من بعد ما دار تحقيقات جاب عميروش الحواس ودفناهم في العاليه. الدوله الجزائريه اللي تسرق الشهداء ديالها وديرهم في الحبس مازال تهضروا؟ عندكم وجه تشوفونا؟ والله الناس اللي ضد الجزائر ما تستحوش. نو سوم لي زالمي دو لانتيريور دروك، حنا جبنا لكم الاستقلال. السيد الرئيس، كل الارقام
هذه مزوره. قلت لنا nous allons construire 1 million de logements. ما كاش منها. Vous n'allez pas construire 1 million de logements. شي حاجه اللي راكم راح تبنيوها. الجيريا ريكلي سي بروبليم. بقى لنا غير جامع. ما بنيناش جامع. نبنيو جامع ابري دو 4 مليار دولار. وعلى بالي الشكاره راحت ديجا على الجامع. الناس اللي ياكلوا حتى الجوامع تاكلوهم. والجامع هذا وين يبنيو؟ في الواد تاع الحراش. وربي ما تخافوش. حتى الجامع تبنيو في الفرحه تاع الحراش. الدولة الإسلامية سي بورسا نقول ما تبنيوش الجامع في الحراش، بنيو وين الناس يروحوا يصليو وما يشنطوا وما يديروش الفوحة. أنت دولة إسلامية. روح حارب الإرهاب للدولة الإسلامية. نسبة التشغيل. ومن بعد نوري لك الدولة الإسلامية وراهي. نسبة البطالة. الرقم هذا مزور. نسبة التشغيل مزور. والعجيب العالم بإسره. لا الصين، لونيون سوفي، لا روسي، فرنسا، اوروبا، كاع راهي تسقي. راهم خايفين بالازمه وحنا الحمد لله بفضل ربي هاني رجعت للدوله الاسلاميه ديالك وبفضل الرئيس الجمهوريه نصره الله. رانا رجعنا الازمه جازت كاع للبلدان. احنا حبسناها في لافرونتير ماروكان وفي لافرونتير تونيزيان بفضل الله. الشيء اللي يوصلني باش نقول العدو الوحيد هو الكذب اللي راكم تكذبوا على الجزائريين. ان 1900 اليوم الناس يموتوا في الصحراء سودي ترومبدو. الناس يموتوا في الصحراء بالعطش في غردايه ماتوا الله يرحمهم سودي ترومبدو. وسمعتكم كاع كيما شكرا شكرا شكرا. خلاص الآن خلاص من فضلكم يا أخي شكرا. هذه نوقف الجلسة من فضلكم ما تطيحوش في الفخ تاع الاستفزاز. الكلمة انتهت. كلمة الآن السيد كمال